طبعا عشان نبقى متفقين، جمهور الزمالك المحترم اللي بيفهم كوره مش عايزين نتعشم كتير، مش عايزين يعني ايه، لان انا حضرت ماتش الوحده والزمالك خلص 3-1 والماتش مصلال. يعني انت بتتكلم في فرقه مع احترام اللعيبه دي ما برشحهاش لفوز اي بطوله، اي بطوله كرويا بالارقام بالمعقول بعقلك. لو انت بتلعب كوره الفرقه دي عمرها ما تفوز على اي حد، عمرها ما تكسب على اي بطوله. فاحنا بدايه ما نتعشمش في اي بطوله، احنا بس احنا والله العظيم رحنا الماتش علشان ده نادي الزمالك بس، عشان الشعار ده بس. لكن انت مش رايح تشوف لعيبه، ومع احترامي الشديد ما كانش فيه لعيبه. نادي الزمالك محتاج فرقه جامده جدا يا جماعه، محتاج فرقه. احنا بنسمع اسامي كتير الفتره اللي فاتت، لكن احنا فعلا محتاجين دعم كبير جدا ومحتاجين لعيب. سمعنا ان في مدافع فلسطيني جاي، سمعنا الياس الجلاصي، سمعنا محمود صابر، محمد شحاته، اسامي كتير قوي سمعناها. وانا ما بطلعش زي الناس التانية بقى، زي الناس اللي على اليوتيوب والناس اللي بيطلعوا يهيجوا الراي. انا راجل بدايتي هنا ما بحبش ممكن اطلع زي الهستيري وناس كتير قوي. انا طبعا مع احترامي الشديد على راسنا من فوق وعندهم متابعين وكل التحيه ليهم، وايا كان اي حد ايا كان، لكن انا مش بتاع اخبار. هم انا عايزهم يحللوا كوره، انا عايزهم يتكلموا في كوره، الكرة تمشي ازاي، الخطه، طريقه اللعب، اللي انت خسرت اللي انت كسبت، الكلام ده كله. انا ممكن اطلع اقول لك يا عم رقم حصري واجيب لك اي اسامي واطلع، هم بيطلعوا بيقولوا كلام وارقام وحاجات كتير قوي بتتقال، وغيره من الناس تانية، مش الاستيريو بس. وانا بعتذر له طبعا. الفكره اللي انا ما بحبش يطلع يقول اخبار، كل الناس تطلع تقول اخبار، بس انا ممكن اطلع اقول لك حصري واحضر معايا يا معلم، الصفقه تمت في مش عارف مطعم مين على شاطئ النيل وحضرها، وانا كذاب. انا ماليش في الكلام ده، انا بتكلم كوره. اللي عايز يفهم كوره ويتحلل كوره يدخل معايا يتكلم معايا كوره، حلل له اي حاجه ونتكلم كده، الموضوع سهل. نادي الزمالك حاليا ما فيهوش في اي لعيب، حتى شيكابالا يا جماعه الله يديله الصحه والعافيه برضه على سنه، لعيب كبير بس مش هيقدر يشيل فرقه، انت محتاج حد معاه. حتى زيزو فتوح تبني عليه، زيزو فتوح معاك شيكابالا، واتمنى انك تلحق تبيع زيزو. ما انت يا اما تحافظ على زيزو مع شيكابالا بقى وتجيب له لعيبه تسانده، يا اما تبيعه بثمن زيزو تجيب فرقه. ما هو حاجه من الاثنين. نقدر نقول لك نحافظ على القوام، ما احنا نحافظ على القوام لوحدهم مش هيعمل لك حاجه. ما هو زيزو هيرفعها لمين؟ ما انا عايز اعرف يعني مين نص الملعب اللي هيلعب مع زيزو؟ ما احنا لازم نشغل دماغنا. يا عم انت مش هتبيع زيزو، حلو، واحنا نفسنا زيزو يبقى موجود. زيزو معاك ومعاك شيكابالا بديل، ومعاك فتوح، لكن مين تاني؟ مين تاني يحدث الفارق؟ مين تاني يليق باسم تيشيرت نادي الزمالك؟ فانت ما عندكش كلعيبه تقدر تصنع الفارق، مش موجود عندنا. فلما ماتش كنت اتمنى طبعا ما يلعبوش البطولتين دول، مع انهم مهمين جدا. لو انت معاك اللعيبه الجديده، لو انت مخلص لعيبه جديده، كانت تبقى احلى تجربه ليهم واحلى تعارف مع الجماهير، خصوصا انك بتلعب برضو مع فرق حلوه، فرق عندها محترفين، فرق بتلعبك كوره. فكنت اتمنى ان يبقى احنا مخلصين، بس قدر الله ما شاء فعل. وعشان يبقى احنا بنتكلم في صوره كده ان الوقت كان ضيق، انت لسه عامل رفع ايقاف القيد والحمد لله خلصت اهم عنصر جاي بقى اللعيبه. يا زيزو يتباع وتجيب فرقه، يا زيزو موجود وعندك بقى رجال اعمال وعندك ناس كتير في الخليج ما شاء الله بيحبوا نادي الزمالك ويقدروا يدعموا نادي الزمالك في الفتره اللي جايه، تقدر تجيب لعيبه كتير جدا. وفي لعيبه في فلسطين جامدين جدا، وفي لعيبه في الدوري السوري في منتخب سوريا، ممكن تجيب لعيبه الزمالك اقسم بالله لمنتخب يعني جامدين جدا. وغير كده بيلعبوا كمان، يعني تقدر تجيب لعيبه يلعبوا نادي الزمالك جامدين جدا، لعيبه جامده، لعيبه فعلا حلوين. يعني منتخب فلسطين، منتخب سوريا، تقدر تجيب لعيبه. وعندك لعيبه في غانا، عندك بطوله افريقيا اهي قدامك ببلاش، تقدر تجيب لعيبه وعندك ناس تدعم. لكن ان تلعب ماتشين ورايح تحرق دم جمهورك اللي بيحبك بيحب نادي الزمالك في الامارات، تحرق دم وتجيب لهم السكر والضغط، ده حرام والله العظيم حرام. اقسم بالله انا ابني روح بيعيط، اقسم بالله محمود ابني وهو رايح عمال يعيط، عمال يقول يا محمود معلش احنا جايين نشجع نادي الزمالك يا محمود، دول لعيبه معلش ربنا بلانا بيهم، دول واحنا ماشيين لقيناهم محطوطين في شوال كده وعمالين يعيطوا جنب النادي، خدناهم لعبناهم كوره ومنه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي جابهم. تمام، اللعيبه اللي موجوده حاليا دول، فما قدامناش حاجه يا محمود ومعناش فلوس نشتري لعيبه يا حبيبي. وقعدت اقول له يا ابني معلش احنا بنحب نادي الزمالك، وهو ده الصح، احنا بنحب نادي الزمالك. فكنت عمال اقرب له الموضوع يعني عشان ما يزعلش، لان يعني حرام تحرق دم جمهورك اللي مستنيك، اللي دافع وفلوس في داهيه. انت اهم حاجه انت بس، انت فرحه بقى، يعني فرحه حتى يبقى يا اخي وريني انك انت موجود، مش لازم تكسب، بس على الاقل لما تخسر بشرف، تخسر بكبريائك. انت الزمالك انت ولا نسيته؟ كانت اغانينا دي في الاستاد، احنا الزمالك احنا ولا نسيته.
جايين نضحك عليكم، دلوقتي ما عادش. وفين بقى يا زمالك يا جماعه؟ فين يا جماعه؟ نتمنى ان مجلس كابتن حسين لبيب يرجع نادي الزمالك. عايزين اسامي جامده يا جماعه، عايزين اسامي تليق، وما تشتريش الا لعيب ضمنه يبقى اساسي، ما تشتريش الا لعيب ينزل يكسر الدنيا، لعيب يكون اساسي. هتدفع يا اما بقى ماشيا بقى باللعيبه الكاسر اللي عندنا اللي كانت، ونمشيها وربنا المستعان، بس نطلع صراحه قدام الجمهور، ما نوعدهمش بحاجه، نقول لهم يا جماعه ادعوا الله وده حكمته، هم دول اللي معانا، واحنا جبنا الاربع قروش دول وديناهم فين وعملنا بيهم ايه، بس ومعناش، بس نبقى واضحين. هنحترمكم، هنطلع فريق ال 20 سنه ولا فريق 19 سنه الشباب هيكملوا معانا، هنحترمكم، لكن ما نطلعش ان ايه. وانا اللي عاجبهم من المجلس يعني اللي عاجبني ان المجلس ما بيطلعش زي المستشار مرتضى منصور، كان ليل نهار قاعد في التلفزيون اكتر من المذيعين. يعني قناه نادي الزمالك مع المستشار مرتضى منصور والمطبراتيه كانوا بيطلعوا اكتر من التلفزيون نفسه، التلفزيون بيبقى شغال 5 ساعات هم بيشتغلوا 10 ساعات. حلو ان المجلس ما بيطلعش كتير، وحلو ان في متحدث رسمي، وحلو ان في اخبار بتطلع في وقتها، ده حلو، ده كله ده يتحسب للمجلس اللي موجود حاليا. نادي الزمالك دخل على مرحله صعبه جدا، بناء فريق قوي، وفريق مش سنه ولا اتنين، عايزين فريق نهائي القرن يا جماعه. كان عندنا فريق ساسي وبن شرقي وطارق حامد ومصطفى فتحي، كان عندك ومصطفى محمد، عندك اسامي جامده جدا، كان عند الونش بقى، كان عندك ناس جامده، وكان اسمك بيخوف. فانت فين نادي الزمالك؟ فده اللي محتاجينه، نزل اسامي، هات اسامي تقيله، اسامي دوليين، لازم لعيب دولي واساسي تجيبه يلعب كده ما يتخضش. مش هطول عليكم النهارده، بس ما تنسوناش بقى باللايك والشير والكومنت، وقناتي دي للي عايز يفهم كوره ويتكلم كوره. بومب بقى واخبار زي الناس المطبراتيه اللي يطلعوا واو والكلام ده ما عنديش. انا ممكن افتح كل يوم الموبايل اجيب لك اهو الزمالك كلام بس، واطلع اقول لكم حصري واحط لكم عناوين. مساء الفل، يلا نشوفكم على خير، السلام عليكم.